الحياة المائية إلى مجال آخر، مجال فني، إلى مسرح العرائس. وأسعد بحضور أحد الجمعيات المتوجة مؤخرا في أحد المسابقات في مجال فن العرائس. طبعا أرحب بكل من السيد مهدي قاصدي رئيس جمعية سكاملة للمسرح ببوسماعيل، وأيضا أحسن محرك عرائس. مرحبا بك معنا. صباح الخير، إن شاء الله تكونوا بخير، وشكرا على الدعوة والاستضافة هذه. أهلا. وأيضا أسعد بحضور السيد أنيس رمضاني، هو شاب ممثل ومنخرط في الجمعية. مرحبا بك. صباح الخير، يعطيكم الصحة على هذه الاستضافة، وصباح الخير لكامل الناس اللي يشوفوا فينا. أهلا بك. جمعية سكاملة طبعا بوسماعيل توجت مؤخرا بجائزة أحسن عرض متكامل، طبعا في الطبعة 14 للمهرجان الثقافي الوطني لمسرح العرائس. مشاركتكم بأي مسرحية؟ وحدثنا على هذا التتويج. بهينت موشنت ومسرحية حكايات أو عرض حكايات، العرض العرائسي. نعم. اللي يسموه عرض حكايات. وعرض حكايات نتكلم لك على العرض. نعم، على العرض. أعطينا فكرة على العرض اللي شاركتوا به. عرض حكايات هو مجموعة من قدمنا على كل حال بيرفورمانس هذه تاع حكايات. ما قدمناش، خرجنا من كما نقولوا احنا من الكاستولي، فوالا، من المسرح العرائس اللي نشوفوه كاستولي ونخرجوا يدينا انه هكذا التحريك. نعم. الناس ربما حتى انت تعرفي هذا، شفتيه. اكيد. احنا خرجنا من هذه القوقعه هذه، واستعملنا 3 انواع تاع العرائس. ما استعملناش عروسه واحده فقط، استعملنا ثلاث انواع اللي هما عروسه الخيط، والعروسه المحموله، وعروسه الطاوله. لكل عروسه نعم. لها تقنيه صنع وتقنيه التحريك. ممتاز. فاستعملنا كل هذه. وعرض الحكايات هو مجرد مشاهد لكل عروسه لها حكايه ولها باع، وتتكلم عن تاريخ الجزائر. نعم. سواء تاريخ الجزائر من التاريخ النضالي اللي نفتخروا به. نعم. وتتكلم كذلك عن التاريخ الجزائري من تاريخ، لانه فيه شخصيات مختلفه. نعم. فيه فنانين، فيه بانتر اللي هو ديسيناتور اللي درنا له اسقاط على إسياخم. نعم. وعندنا واحد عازف اللي هو عازف الكمال، ودرنا له اسقاط على عده ملحنين، منهم معطي بشير الله يرحمه، منهم إيغور بوشن. فدرنا اسقاط انه نعرفوا احنا ربما الاولاد تاعنا الصغار ما يعرفوش هذه القامات الفنيه. هنا نشوفوا من دور خلال مسرح العرائس. نعم. قدمنا هذه القامات الفنيه الجزائريه. والعرض تاعنا انه ربما انيس يوافقني الراي، وحتى انت توافقيني الراي ان شاء الله. نعم. انه العرض تاعنا ليس موجه للصغار فقط، صحيح، بل موجه لكل الشارع كبير. كلنا نحب مسرح العرائس أكيد، خاصة عندما تكون العرض هادف وعنده أفكار وعنده أيضا ثقافة. أكيد. ورسالة يوصلها لكل الفئات. صح. أنا نهنئكم بهذا التتويج. حاضر معنا السيد أنيس، أحد المشاركين في هذا العرض. يعني كلمنا على مشاركتك والشخصية اللي لعبتها في هذا العرض. الشخصية اللي لعبت هي مع الأول لعبت لا ماريونيت أبورتي. مع الأول كانت شوية صعيبة بصح، بلي ريبيتيسيون مع الشيخ مهدي قبطها بيان كاع، حتى وليت ولات انا ويا واحد. ممتاز. يعني تدخل في الشخصية لازم عليك كيان واحد. تحضر الشخصيات لما يكون عندك عرض وتقرا السيناريو طبعا. نعم. كيفاش كان تحضيرك لهذا العرض بالذات؟ دوزنا 15 يوم كاع في المسرح، ما خرجناش. ممتاز. اكيد انه فن العرائس هو موهبه، هو تكوين، هو تحضير. صح. وهو رساله ايضا. وش يعني التتويج، بما انه ربما اكيد انه تجربه جميله توجت بعد مجهود اللي كان في تحضيرات قبل المشاركه؟ صح. لا هو التتويج هذا كان سبقه شويه برك، سبقه تتويج قبله يعني. بنفس العرض وبنفس الفريق. كل الفريق، انيس، ريان، ايوب، كل الفريق. نعم. كان سبق مهرجان إيراتن في تيزي وزو. قبله بحوالي 20 يوم قبل مهرجان تاع عين تيموشن. شاركتوا بنفس العرض. ايوه، بنفس العرض في مهرجان إيراتن. بين قوسين انا نشجع كل المهرجانات اللي تقدم لنا مسرح العرائس، لانه ما عندناش مهرجانات. عندنا كل المهرجانات في الجزائر الا مهرجانات مسرح العرائس، يعني قليله. في كاين 2 فقط مهرجانين فقط يعني، وشي قليل.
نعم. فقدمنا العرض في هذاك المهرجان، كنا اخذنا احسن اخراج واحسن احسن اخراج. فبعدين اجتمعنا مع لجنه التحكيم، وربما كنا الفريق الوحيد اللي عمل ديبا مع لجنه التحكيم. نعم. فعطاونا نقاط القوه ونقاط الضعف تاع العرض. فلما مشينا يعطيك الصحه مشينا فعملنا اقامه اجباريه في المسرح مغلقه. فسمعنا لبعضنا بعض، سمعنا انيس ريان تقني الضوء وتقني الصوت، ومع انيس مع انا مع كلنا سمعنا بعضنا بعض، حسنا وين قالوا لنا لي بوين وكنا متفقين عليهم انه صح نقاط الضعف تاعنا هذوك هما حسناهم. مع تدريبات مشينا لعين تيموشنت. فعين تيموشنت قدمنا عرض اخر، يعني حتى احنا العرض مش في العرض اللي كان سبقوا مسحناه يعني من الذاكره. نعم، هنا نشوفوا النقد الهادف وايضا أكيد. تصحيح المسار. يعني مش عيب انه الانسان يكون عنده نقائص، ولكن العيب انه ما يتحسنش. لا. نعم، وهذا الفن هو ابداع هو موهبه. حدثنا على مشاركتك في العروض وانضمامك للجمعيه وبداياتك في دخول هذا المجال. بداياتي كنت صغير، انا بديت المسرح صغير، كنت مازالني صغير بس. شكون اكتشف الموهبه ديالك؟ او انت اللي كان عندك؟ لا بس شكون اللي جابك للمسرح؟ جابتني خالتي. لاحظت انه عندك موهبه، كنت دير عروض في المنزل اكيد. جداتي هي اللي كتقول لي بزاف روح المسرح بصح شنو ما كنتش على بالي بلي كاين مسرح قدامنا. اما بعدك جات خالتي داتني عندهم. وبن قوسين حتى خالتك ولا الام تاعو هي فنانه كذا تعزف على الكمان صح؟ عازفين يعني الاثنين. عائله فنيه. يعني حتى الفنان تلقاه حساس جدا، وتلقاه انه يكتشف الموهبه ويحفز على الفن. زدت في المسرح اكتشفت مواهب اخرى ما شاء الله، يعني نخدم بها دوكا. ما شاء الله. ما هي هذه المواهب؟ عرفنا فيلم ميكينغ. اذا تعرفي الفيلم ميكينغ عادي نصور. ممتاز. كان نخدم فريلانس شيت ماتيريال وراه يقرا ثاني ونقرا عليها. ما شاء الله متعدد المواهب. في الوقت فايت دخلناه يقرا يعني احسن لانه يزيد يطور نفسه، يزيد يتعلم. اذا الجمعيه تتبنى الشباب وتكتشف المواهب وتحفز. اكيد هو الجمعيه اللي ما تكتشفش ولا اللي ما تتبناش ولا اللي ما توقفش مع المنخرطين تاعها ما نديروا والو. يعني ما نديروا والو. هي اكيد لازم نتابعوا المرافقه والمتابعه، اكيد انه يكون فيه تعاون ما بيننا وبين الاولياء. صحيح طبعا. ولكن كاين واحد المرات انه وين توصل انه الاولياء يطلبوا مني انا من اولادهم. يطلبوا مني انا من اولادهم حاجات اللي حتى تقنع الابناء. انا نشوف انه دور مهم كبير، علاقه قويه بينك وبين الاطفال. بهم مش علاقه تاع استاذ ولا زعما داير حجاب بيني وبينهم. لا اكيد كاين محبه وكاين صحبه بيني وبينهم. يعني ننصحهم. وخوتي هذوما خوتي هو ولا ريان ولا ايوب ولا اخرين هذوما اسراء ولا كذا، هذوما كاع خوتي الصغيرين نعتبرهم عندي انا. نعم فنحميهم. ممتاز. مهم جدا انه تستوعب، واصلا صعب جدا انه تتعامل مع الاطفال. طيب الفرق ما بين انيس عندما كان طفل والان وقبل وبعد دخول هذا المجال وابراز مواهبك واثبات نفسك في هذا المجال؟ بدلت لي كاع لافيو ديالي للمجتمع يقولوا للكره الارضيه. ملي دخلت المسرح كنت قبيح، كنت شويه خفيف بزاف. يعني دخلت المسرح خلاص يركزك ويرتب ويربي ويعلم صالح اخرين كامل. ايضا عندما الانسان يمارس الموهبه اللي يحبها ويعشقها هنا راح يملا الفراغ والوقت اللي يكون اضافي، راح يطور من نفسه بزاف. سورتو راهو يدير في العفسه اللي راهو يحبها. ممتاز. بما انه تكلمت على الاولياء والابناء، راح تفتحوا باب لانخراط الجمعيه عن قريب. حدثنا، ربما يتابعوا فينا الاولياء في هذه الصبيحه وعندهم ابناء موهوبين هكذا حتى ينخرطوا. نختلوا الفرصه انيس نبلغوا ميساج الناس بوسماعيل صح؟ ناس بوسماعيل والاماكن القريبه. فوالا بون ان شاء الله احنا جمعيه كامله للمسرح لمدينه بوسماعيل اللي ان شاء الله الواحد الفاتح من اكتوبر نديروا 10 سنوات من النشاطات والممارسه والتاسيس
فالمقر تاعنا هو في قاعه سينما نجمه في وسط البلد في بوسماعيل معروفه. نعم. فنبلغوا رساله من خلال تلفزيون الجزائر والقناه الاولى نعم. لكل الاولياء سواء بوسماعيل والمدن المجاوره، بوهارون، عين تاكورايت، خميستي ميناء، هذا لي زونفيرون. قول لهم مرحبا بكم في الجمعيه باب الانخراط. راح نبداو ان شاء الله بعد الاستحقاقات الرئاسيه، يعني بعد الانتخابات. نعم. راح نفتحوا بعد الدخول الباب، الاجتماعي، يعني بعد الدخول الاجتماعي. نعم. نفتحوا الباب الانخراط. هذا الباب الانخراط ربما السنوات اللي ناكسبتيوها. نعم. ربما انيس هو يقولها لنا. السنوات قلنا من 6 سنين حتى ل 15 سنه. هذا القسم الاول. القسم الثاني من 16 سنه وراه. ما عندنا زوج اقسام، قسمين مستويين حتى يكون فيه ايضا تطور واكتشاف أكيد. منذ الصغر. أكيد. طيب السيناريو مهم جدا وجزء لا يتجزأ من عرض فن العرائس. كيفاش تختاروا الشخصيات والسيناريو؟ شوف هما احنا نخدموا ما ربما التكست تاعنا والنص تاعنا، النص المسرحي العرائسي. نعم. نختاروه انه على حساب الشخصيات اللي عندنا. نعم. الشخصيات ما ربما في بعض الاحيان انه نسبقوا الشخصيات قبل النص، وفي بعض الاحيان لا، يكون عندنا النص قبل الشخصيات. نعم. فنتماشاو على حساب الاثنين هذوما. فالسيناريو هو جزء لا يتجزأ من نجاح العرض المسرحي ومن الاجتهاد. احنا في الكتابه نجتمعوا كاع كيما رانا. نعم. نحطوا الشخصيات اللي عندنا وكل واحد يبدا يطرح. ممتاز. وتتبادلوا الافكار اكيد. شوف انا انسان نسمع، نحب نسمع لهم. ممتاز. اكيد انه مؤخرا شاركت الجمعيه في ورشه تكوينيه مطوله مخصصه للاطفال بدار الشباب شرشال، طبعا تحت اشراف وزاره الشباب والرياضه. حدثنا اعطينا فكره باختصار عن المشاركه. الفكره كانت هي تحت اشراف وزاره الشباب والرياضه ومتابعه من مديريه الشباب والرياضه لولايتي بازا. كانت هذه الورشه في دار الشباب الشهيد المتوفي محمد شريف في مدينه شرشال. هذه الورشه لما ربما انيس يوافقني كان عندنا حوالي 30 متربص. انا تفاجات في الحقيقه. لانه الشغف تاع هذا الاطفال الصغار، انا جيت ما نكذبش عليك، وحاجه انهم حبوا واش راهم يديروا. كل طفل صنع العروسه تاعو، صنعنا 3 انواع من العرائس او 3 انواع من العرائس. والحاجه المهمه انه قحمنا في الورشه اطفال توحد. ممتاز. فكانت مفاجأة كبيرة للآباء تاعهم وحتى المعلمين تاعهم، كيفاش قعدوا. وشكون ذاك الطفل اللي كان يقعد معنا بزاف؟ لقمان. وعندهم مواهب. والله تفاجأنا. واحد الذكاء اللي عندهم، صدقيني الأخت، عندهم العرب والله واحد الذكاء. احنا بقينا نهضروا عليهم ما شاء الله. طبعا ضيف التوحد ليس بعائق، وكثير اثبتوا. فنشكر وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة ولايتي بازا انه منحت لنا وانه زكاو لنا هذا المشروع وعجبهم. والحمد لله نجحنا. ممتاز. اهتمامكم بالاطفال واطفال التوحد. أكيد. طبعا منهم ذوي الهمم طبعا، واثبتوا مهارتهم ومواهبهم. في الختام، في المستقبل القريب في ضمن وفي اطار المشاركات الدوليه راح تشاركوا في ملتقى القاهره الدولي للمسرح الجامعي في الطبعه السادسه، دوره الفنان القدير المرحوم فؤاد المهندس. المشاركه الدوليه وش تعني لكم؟ ما هو تحضيركم لهذا المبادره او هذا التنظيم؟ نعم. المشاركة في مصر ديجا. نعم. حتزيدنا بزاف صوالح. محضرين نفسكم؟ هي ديجا محضرين نفسنا بيان سور. تخافيش علينا كي يكون معنا الشيخ مهدي، تخافيش علينا. نعم. ممتاز. قلنا باللي لو كان زعما تسافر منا تخدم في بلدان اخرين راح تعلم بزاف صوالح. راح تدي أكيد راح تكون تجربة جديدة. في الختام ربما عندك كلمة نختم بها. في الختام أنه إن شاء الله كما قلت المشاركة تاعنا في الملتقى الدولي كل التوفيق. إن شاء الله دورة فؤاد المهندس رحمه الله، أنه إن شاء الله تكون دورة موفقة. راح نقدموا ورشة في صنع وتحريك العرائس. نعم. أنا بهذه المناسبة من خلال تلفزيون الجزائري نوجه تحية لكل الأصدقاء في مصر، وخاصة الملتقى الدولي للمسرح الجامعي بالقاهرة. نعم. وخاصة تحية كبيرة للدكتورة سارة شكري، مديرة مسرح البالون في القاهرة، لأنه هذه الدكتورة إنسانة تحب الجزائريين وتحب الفن الجزائري وتحب خاصة جمعية اسكامنا للمسرح لمدينة بوسماعيل. فنوجه لها تحية من خلال التلفزيون الجزائري لهذه الدكتورة سارة وكل الأصدقاء
الاصدقاء والاشقاء في دوله مصر الشقيقه. أكيد دائما هذا في إطار التبادل أكيد، الثقافي في أكيد. الوطن العربي. إن شاء الله تشرفونا ان شاء الله يا وتكون رب. مشاركة ان فعالة شاء الله في يا رب. الختام. ان شاء الله. تفضل كلمة في الختام، ربما يعطيكم شكر الصحة. للناس اللي دعموك. ربما شكرا يعطيك الصحه شكون؟ شيخ.